اهو اخد له 4 سنين سجن. بص اخره الاستظراف، بص بقى الخبر ده بيقول لك ايه. واحد طالع في الطياره مع اخته في شهر فبراير اللي فات، وراح قايل بقى للناس كلها ايه بقى، وطاقم الطياره والحاجات دي كلها بيستظرف يعني ان اخته دي معاها قنبله في الشنطه بتاعتها. فطبعا بقى طاقم الطياره خد الموضوع بشكل جد، الناس اللي موجوده كمان خدت الموضوع بشكل جد. اتوقفت رحله الطياره دي لقد ايه؟ ل3 ساعات. المهم ان الشخص ده لما اتعرف ان هو بيستظرف، راحوا جايين عاملين ايه، محولينه للتحقيق. فلما اتحقق معاه اتحكم عليه ب4 سنين وشهرين. انتوا عارفين الحادثه دي كانت امتى؟ كانت 9 فبراير بقول لكم، يعني من حوالي شهرين او شهر ونص ولا حاجه. والحكم طالع عليه بطريقه سريعه، ايه بطريقه سريعه يعني فيها سرعه. فاللي نفهمه من الموضوع ده بقى ايه، ان في ناس ساعات بتستظرف في حتت ملهاش اي لازمه، حتى ممكن يكون استظراف في الشارع. في حاجات انت بتعملها ممكن تعديها بسهوله، تلاقي غيرك ممكن يحولها لك لتهمه، وتلاقي نفسك في السجن وانت مش فاهم فعلا ان انت بتعمل ايه. عشان انت مثلا رقصت في الشارع بس، ان انت مثلا استظرفت على واحد ماشي في الشارع بس، ان انت عملت مش عارف ايه وبس. فخلي بالكوا، عشان انا بقيت اشوف الحاجات دي كتير على فكره بتحصل في الشارع يعني.